قبل ما اجيبها شفت ريفيوهات كتير جدا عنها وعن الايتمز اللي في العلبة. النهاردة معايا حاجة صغيرة لكن شغلها عالي جدا في التصوير، وهي الدي جي اي اوزمو نانو، الكاميرا اللي هتخليك تاخد لقطات من اماكن صعبة جدا. بس لما مسكت العلبة جه في بالي هي دي العلبة اللي فيها كل الاكسسوارات؟ العلبة صغيرة جدا على ان يكون فيها الكاميرا اصلا، ما بالك بقى ملحقاتها. فتعالوا نفتح العلبة ونشوف ايه اللي فيها. اول ما هتفتح العلبة هتلاقي الكاميرا في وشك على طول. الكاميرا نفسها خفيفة جدا، وزنها حوالي 52 جرام بس. انت متخيل احنا رايحين على فين؟ يعني انت ممكن تعلقها على هدومك او على خوذتك او على شنطتك او حتى تحطها في جيبك من غير ما تحس بيها خالص، وبتصور 4K. الموديل ده فيه سنسور مميز جدا وكبير، وعدسة بعرض 143 درجة، يعني هتقدر تاخد لقطات واسعة جدا. وكمان تصوير الفيديو بيوصل ل 4K 60 فريم بير سكند و 4K 120 فريم بير سكند في سلو موشن. الكاميرا دي رهيبة جدا في اخذ لقطات البيرول للفيديوهات بتاعتك، يعني استنوا شوية لقطات مميزة جدا في فيديوهاتي اللي جاية. والميزة الكبيرة بقى في الكاميرا دي هي الاستابلايزيشن، وده لان فيها نظام الروك ستيدي 3 اللي بيساعدك جدا لو انت بتتحرك كتير بالكاميرا او بتصور وانت ماشي او حتى في تصوير البي او في. الكاميرا دي بتيجي باصدارين للذاكرة الداخلية 64 جيجا و128 جيجا، والنسخة اللي انا جبتها دي هي ال 128. طب يا باشا افرض مليت ال 128 دول اعمل ايه؟ ولا يهمك، لانك هتقدر تاخد باك اب على كارت الميموري بمجرد ما توصلها بشاشة الكاميرا. كمان الكاميرا دي فيها مايك داخلي مدمج، ولو معاك مايك دي جي اي تقدر تعمل كونكت بالكاميرا من غير ما توصل اي ريسيفر بيها. البطارية بتاعت الكاميرا دي حوالي 530 ملي امبير، لكن لو ربطتها بالشاشة الوقت هيزيد اكتر من الضعف، ممكن توصل ل 200 دقيقة تقريبا تسجيل على الفول اتش دي. والكاميرا دي مقاومة للمية لحد عمق 10 متر لو استخدمتها لوحدها، اما مع الدك فمقاومة للامطار ورذاذ المية، يعني ممكن تستخدمها بره ومفيش خوف خالص من رش المية او المطر الخفيف. كمان فيها خاصية البريرك، يعني بتسجل قبل ما تدوس على زرار التسجيل بكام ثانية، وده مفيد جدا لو عايز تبدأ تسجيل في لحظة مفاجأة. طب انت ليه ممكن تشتري الاوزمو نانو؟ تشتريها لو بتعمل فلوجات او تصوير يومي او محتوى بي او في، خصوصا لو عايز كاميرا خفيفة جدا وسريعة في الحركة. كمان لو معاك مايك من دي جي اي الاتصال سهل جدا، مثالية للسفر والسكوتر والعجل، او حتى تعلقها على شنطتك او على هدومك. وبصراحة انا مبسوط جدا بالكاميرا دي، حجمها صغير جدا لكن ادائها كبير. لو بتدور على كاميرا عملية وتاخدها معاك في اي مكان، الدي جي اي اوزمو نانو انسب خيار ليك. ولو عجبك الريفيو ده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان اعرف هل اعمل لك فيديوهات تانية عنها وتجربتها في اماكن مختلفة ولا لا.